السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى باذن الله هنعمل عجينه واحده بس، هنعمل منها كام شكل للخبز. يعني هنعمل منها خبز المكنه، وهنعمل منها خبز الطاسه، وهنعمل منها خبز الفرن العادي وبدون مطرحه. يعني مش هنخبز النهارده خالص على مطرحه، كل خبزنا هيبقى على ايدينا، وهيبقى كمان بالنشابه. يعني هنعمل خبز النشابه وخبز الخبيز على الايد وخبيز الطاسه. هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك اجمعين. بعد ما سمينا الله كده هنبدا بقى. احنا دايما بنقول كيلو الدقيق بياخد مننا 4 مجات ميه. انا كيلت 7 مجات بس دلوقتي. انا هعجن 2 كيلو وزناهم تمام كده. ال2 كيلو هياخدوا مني 8 مجات ميه. انا حطيت 7 وحطيت معلقتين خميره ومعلقتين ملح، لان كيلو الدقيق بياخد معلقه خميره ومعلقه ملح. تمام كده. يبقى احنا كده اتفقنا ان كيلو الدقيق بياخد 4 مجات ميه، وبياخد كمان معلقه خميره ومعلقه ملح. طيب عجين الشتا يا ام يوسف، عجين الشتا بنعجنه بميه دافيه. طبعا العجين زي ما انتم شايفين بتعجني، اعجني عجينك حلو قوي، اشتغلي فيه شغل حلو كده واعجنيه حلو علشان خاطر يطلع لك انتاج حلو ويطلع لك منتج جميل وخبز جميل تحب انك انت تعجني مره تانية. انا ليش بقول لك تحب تعجني في الشتاء احلى من الصيف؟ لان عجين الشتاء عموما الجو حلو معاكي، يعني براحتك، فهمتني؟ براحتك كده بتعجني براحتك، بيخمر براحته، بيرتاح براحته، بتخبزي كمان براحته. بحس انك انت لو سبتيه يخمر على الصواني فتره طويله ما بيتبشمش منك ولا بينقر منك خروم من فوق كده من على الوش. كده سطرنا العجين بتاعنا بعد ما عجناه حلو ولتناه حلو قوي، وخد ما شاء الله 8 مجات بالظبط. ال2 كيلو دقيق خدوا 8 مجات بالظبط. هنا بقى جيت على الرخامه كده ورحت مغطياه حلو، لفيته في الدفايه زي ما بنلفه، او بطانيه صغنونه كده على القد، ولفيه حلو حسب المعون اللي معاكي. سبته حوالي ساعه ونص في الشتاء. في الصيف بياخد معاكي ساعه واحده بس، في الشتاء بياخد وقت شويه علشان طبعا الجو ساقع، وحسب ما بتدفي العجين بتاعك بياخد وقت. يعني دفتيه كويس مش بياخد معاكي وقت. شايفه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وعجينته ممتازه عامله زي الاستك كده وجميله وحلوه، لان احنا لتناه فتره. طبعا انا سرعت لك وقت العجن علشان الفيديو كان هيبقى طويل، فما حبيتش اطول عليكي قوي. لقيت عجينك حلو قوي، ياخد معاكي ربع ساعه، ياخد معاكي تلت ساعه مش مشكله لو انت هتعجني كميه قليله. انما احنا ما بنعجن كميه كبيره بياخد معانا من نص ساعه العجين، لان احنا بيبقى ما شاء الله اللهم بارك 20 كيلو 10 كيلو 15 كيلو، فبياخد معانا وقت في المعاني الكبير يعني. بس انا هنا علشان اعمل لك الفيديو بعمل لك كميات قليله، لانك انت بتحبي اعمل كميات قليله. هنا بقى بعد العجين بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده مرتاح، هعمل لك الصينيتين دول. الصينيه دي من غير رده خالص، علشان الناس اللي بتقول لي احنا مش عندنا رده ولا نخاله. يعني معنى كلمه الرده هي النخاله. في ناس بتكتب لي في التعليقات وبتقول لي احنا ما عندناش نخاله يا ام يوسف خالص، اعمل لنا خبز من غير ما يحتاج لنخاله. احنا كده مش هنحتاج لنخاله خالص. هنا بقى بقطع على دقيق اهو، وشغالين على دقيق، وهنفرد برضو العجين على دقيق، مش هنحتاج نخاله خالص في النسبه دي، من نفس كميه العجين برضو زي ما انتم شايفين اهي. انتوا بتقولي عجينتك بتبقى طريه يا ام يوسف، طريه لان انا يعني بصي اما تبقى لسه بتتعلمي ما تعجنيهاش طريه قوي، خليها متماسكه معاكي بحيث انك تفردي فيها براحتك وتخبزي براحتك. بس عيب اللي بتبقى يابسه شويه بتغلبك وانت بترحي الرغيف. يعني لما تبقى عجنه العجينه يابسه شويه بتغلبك وانت بترحي الرغيف على المطرحه، ما بيتفردش معاكي سهل. الناس اللي بيقول لها بططيها بايدك شويه، يعني حاولي تفرديه بايدك شويه على المطرحه، بتقول لي بيلزق في ايدي. حاولي تبلي ايدك بله دقيق بسيطه كده، يعني حطي ايدك في طبق الدقيق وبططي بيها الرغيف، مش هتلزق معاك وهتبقى حلوه. طيب الخبيز اللي احنا بنقطعه بقى على دقيق لازم تغطيه اهو. جبت صينيه بحيث ان هي ما تلزقش في الطروف بتاعه الخبيز بتاعتي، وغطيتها. الصينيه دي بقى بتخليه يرد لك من غير دقيق خالص، بيخليهولك زي العسل. طبعا هسيبه يرتاح عبال ما اقطع بقيه الكميه. هنا بقى يا حبايبي بنقطع الصينيه التانيه فرشنا نخاله. يبقى انا للناس اللي عندها نخاله وعندها فرن وعندها مطرحه عملنا النوع ده. الناس اللي ما عندهاش مطرحه ما عندهاش نخاله وما عندهاش فرن كبير عملنا النوع التاني. يبقى احنا كده هنشتغل في الفيديو للاتنين، للنوع اللي عنده نخاله واللي ما عندوش، والنوع اللي بيفرد على دقيق واللي بيبطط على المطرحه او بيفرد على ايده على المطرحه. هنا بقى هقطع بقيه الكميه عادي خالص على زيت، لان انا عايزه اوريكي اللي بتقطعيه على زيت ايه، وايه الفرق بين اللي بتقطعيه على زيت واللي بتقطعيه على دقيق، وايه الفرق اللي بتفرديه على المطرحه وايه اللي بتفرديه على ايدك كمان وعلى النشابه. هجيب لك كله باذن الله في الفيديو.
قطعنا بقى بقيه الكميه ما شاء الله اللهم بارك، عملوا شويه حلوين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني 2 كيلو دقيق جابوا لنا انتاج حلو. للناس اللي بتقول لي كيلو الدقيق بقى ب 20 جنيه يا ام يوسف، هيعمل لنا صحيح بال 20 جنيه، ايوه يعمل لك احلى من ال 20 جنيه كمان، لان زي ما كيلو الدقيق بقى ب 20 الرغيف بتاع الفرن بقى ب 2 جنيه وب 3 جنيه، وبقى صغير عن الاول. يعني الاول كان بجنيه، كان كبير شويه، لا صغروه وخلوه غالي الطقطقين، يعني الثمن 80 يعني لو تفهمون معنى كلامي. فطبعا ده هينتج معاكي احلى من الفرن. يعني لو انت كنت بتشتري ب10 بس من الفرن، الوقت هتشتري ب20 لان كميته ام 10 بقت ب20 كده. بقى بعد ما مسحت رخامتي وشلت الصواني بتاعتي على طول ما خوقتش، لان انا ده هيتفرد، اما اللي انا مقطعاها على زيت ياخد وقته براحته. دول كانوا ارتاحوا عبال ما قطعت التانيين لو تاخدوا بالكم. هبدا بقى القط رغيف رغيف كده. احنا قايلين قبل كده اللي بتتعلم الخبيز تقطع رغيف صغير علشان تلقطه سهل، لان انك تلقطي من على الصينيه برضو موال صعب شويه او شغلانه صعبه شويه. انك تتعلميها ده كده انت انجزتي. انك انت تعجني العجين نفسه انت انجزتي وعملتي انجاز كبير مش قليل. انك انت تلقطي الرغيف او ترحيه او ترميه في الفرن ده طبعا انجاز كبير مش قليل. فكل مصلحه انت بتعمليها حلوه، وربنا يديك الصحه يا رب ويبارك فيكم ويجعلكم تعملوا احلى حاجه لاولادكم. دول بقى طبعا اللي احنا قلنا مش هنحتاج خالص لمطرحه ولا فرن كبير ولا نخاله كمان. يعني احنا مش هنحتاج فرن كبير ولا مطرحه ولا نخاله كمان. هنفرد بس على ايدينا اهو. اللي عايزه تعمليه بالنشابه بتعمليه، واللي مش عايزه اعمليه بايدك عادي للاخر. هعمل لك رغيفين زي المكنه بالظبط. للناس اللي بتقول لي اعملي لنا عيش المكنه من نفس برضو العجينه، مش هنيبس عجينتها مخصوص ولا حاجه اهو. وبطلت الرغيف براحتك خالص. انه شارب دقيق بيبقى سهل معاكي في الخبيز. عايزه تنشفي العجينه شويه لغايه ما تتعلمي عادي. طالما هتفرديه هيبقى سهل عليكي لو العجينه ناشفه شويه. لو انت مثلا عايزه ترحيه على ايدك بس وترميه في الصينيه على طول اللي احنا هنسوي فيها ماشي. عايزه ترحيه على ايدك وترميه على الصينيه على الطاسه على الفرن. عندك فرن كهرباء هسوي لك فيه برضه رغيفين واوريهم لك ما شاء الله اللهم بارك، طالعين جمال وقابين وحلوين. في الاول وفي الاخر انك انت تتعلمي الحاجه دي حاجه كبيره مش حاجه سهله. انك انت مش في الارياف وتتعلمي حاجه زي دي ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يديك الصحه يا رب وتعيشي وتعملي لاولادك احلى حاجه. دول بقى بتوع المكنه. هنفرد 3 نعملهم زي عيش المكنه بالظبط اهو. بتخليه بالطول بس من نفس برضو العجينه اهو. هنحط ده هنا ونعمل الاتنين التانيين ونحطهم على الصاج. طبعا الناس اللي هي شغله بتاع المكن بيبقى عندها مطرحه مخصوصه للعيش المكن، فبتعمله يابس وبتبطط الرغيف شويه كده وبتدخله جوه مكنه، والمكنه بتطلعه مفرود بحيث انه بيكون ناشف شويه. اما ده هيرد معاكي طري، ان العجينه طريه هترد معاكي طري في الاخر، طبعا اجمل واحلى. طبعا كل نعمه ربنا حلوه وكل حاجه، بس كل واحد في بلد مولف على حاجه شكل. انا حبيت اوريكي برضو علشان في حد كان طلب مني احنا عايزين عيش المكنه اهو. ما شاء الله مش عايزه مكنه ولا حاجه، كل حاجه سهله وكل حاجه بسيطه. ولو طلع ناشف منك هقولك برضو تعملي فيه ايه لما نيجي عنده لما نيجي نطلعه من الفرن. وهطيبه قدامك برضو في فرن الكهرباء على الصواني دي زي ما انت شايفه، وهوريلك شو شكله برضو اخر الفيديو. كل حاجه باذن الله هنشوفها، وكل حاجه انت ان شاء الله عايزاها هتشوفها في الفيديو ده باذن الله. وان شاء الله ربنا يخليكي تطلعي من الفيديو ده كده باي معلومه باذن الله حتى لو كانت بسيطه. وربنا ان شاء الله يجعل بيننا وبينكم الافاده يا رب اللهم امين. اهو بتشيلي الحاجه بالراحه خالص والدنيا ماشيه معاكي وحلوه وتمام طالما ايدك فيها دقيق ما تخافيش. اهو عملنا 3 رغيفه من اللي هم بتوع المكنه من نفس العجينه، وعملنا عيش الطاسه، وهوريلك كل حاجه باذن الله في الفيديو وكله ان شاء الله يعجبك. هندخل بقى كده على التسويه، لان احنا طبعا التانيين عايزين وقت لغايه ما يخمروا فبنسيبهم على جنب ونبدا في دول بقى. كده ولعت الفرن من فوق ومن تحت على اعلى درجه علشان خاطر الرغيف يبدا من النار من تحت، بيعوز نار عاليه من تحت الاول. لو انت فرنك بيسوي من تحت بس او من فوق بس، يعني بيشتغل من فوق بس او من تحت بس، هتشغلي القعر تحت، يعني هتشغلي الفرن من تحت، وتبدا انك انت بعد ما يبدا الرغيف يتنفخ هتشغلي عليه من فوق النار تسوي. طبعا انك انت تعملي خبز منفوخ عايزه نار عاليه، تمام كده. انك انت تعملي خبز منفوخ عايزه نار عاليه. نار الفرن لما بتكون عاليه ربنا يا رب ان شاء الله كده يكفينا شر النار وعذابها يا رب اللهم امين جميعا. النار العاليه بتخلي الخبز معاكي يبقى مصحصح، فاهماني؟
بيبقى مصحصح كده وجميل. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بيقبوا حلو زي العسل. ده خبز الفرن الكهرباء زي ما قلتوا اهو، ما شاء الله اللهم بارك اهو. هنطلع بس فوق عشان ياخد لون ونرجع نشتغل في بقيه الخبيز. طبعا تحت بيخلي القعر بس اللي يستوي، لانه الفرن نار مش نار زي نار الفرن التاني. وبطلعه فوق بقى هنا كده يبدأ ياخد لون من الشعلة اللي فوق، وابدأ بقى اشوف غيره. انا طبعا كلهم سويتهم هنا دول. اللون طبعا اللي انت عايزاه، عايزه لون غامق، عايزه لون فاتح، ده انت بقى وراحتك اهو. ما شاء الله اللهم بارك. نفس النظام سويته تحت، وبدأت ان انا طلعته فوق علشان ياخد لون، وطلعتهم من الفرن وهوريهم لكم برضو اهو، واوريكي تعملي ايه فيه. هنا بقى طبعا طلعوا اهو. هجيب بقى حته قماشه وامسح كل اللي على الوش، الدقيق اللي على الوش اللي جه مني من مكان ما بططت العيش، لان فردته بالدقيق بيكون لامم دقيق على الوش. هحطه بس في القماشه حوالي نص ساعه كده ولا 10 دقايق، لغايه ما بص تلاقيه يضطر تاني ويروح جميل. هنروح بقى نسوي الخبز التاني. هنا بقى جينا عند الفرن. انا ما استخدمتش المطرحه، انا عملته على ايدي بس. اول رغيف حبيت ان انا اعمله لك على المطرحه علشان اوريلك ان مفيش فرق بين المطرحه وبين انك انت ترحيه على ايدك. المهم النار بتاعه الفرن تمام كده. علشان تطلعي خبز منور ومورد وجميل عايزه النار بتاعه الفرن عاليه. انا معليه فوق الجنبين، والقعر بس هو اللي ناره بعليها في الاول لغايه ما البلاطه تسخن، وارجع ابدا بان انا اهدي النار بقى شويه بتاعه القعر كده، واخلي بس الوش هو اللي عالي. هنا بقى عملت دول بس على المطرحه بحيث ان انا ارميهم بس على المطرحه، وبدات ان انا رميت لك بعد كده من غير مطرحه خالص. يعني اشتغلت على الرغيف للاخر من غير المطرحه. هنا بقى بتبدا ايه لو انت ما رحتيش خالص على المطرحه. انا عملت كده بحيث ان انا زي مثلا عايزه اقول لك ان هو مش محتاج شطيح على المطرحه. انت بترحيه على ايدك شويه وتحطيه على المطرحه كده، وتبداي تبططي فيه شويه بايديكي، بيفرد معاكي ما شاء الله اللهم بارك اهو. شايفه كله هعمله زي اللي عملته ده كده، مش هنحتاج لمطرحه تاني اهو. وكل العيش قابب ما شاء الله ومنفوخ وحلو زي العسل. وهوري لك كمان مقداره من جوه، ما فيهوش عجين وما فيهوش لبه من جوه كده تخينه، لا ما شاء الله اللهم بارك اهو. هنسوي الباقيين نفس النظام، وهرجع لك في اخر الفيديو هوري لك كله جنب بعضيه، واللي انت تشوفيه حلو اعملي انت منه. ولو عندك اي سؤال اكتبيه في التعليقات، انا من عيني لكم حاضر. هنا بقى اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك. دايري بقى الرغيف كده وكده، واعملي كده احس انك انت بتعملي حاجه حلوه وحاجه جميله ما شاء الله اللهم بارك اهو. كل ما الفرن بيخش في النار ما شاء الله اللهم بارك بيكون جميل. هنا بقى اللون اللي انت عاجبك، يعني عايزه تعملي اللون ابيض اللي يعجبك، عايزه تخلي اللون احمر زي كده. انا بحب اللون غامق شويه كده، احمر شويه، علشان خاطر ايه بحس ان هو الرغيف مستوي كويس، ولما بيقعد عندي لتاني يوم ما بحسش ان هو يعجن، فهمتوني؟ انما لما بيبقى الخبز لونه ابيض بتحس ان تاني يوم بتحس ان هو بدا يعجن معاكي اهو، زي خبز الافران واحلى كمان ما شاء الله اللهم بارك. حاجه جميله كده وحاجه حلوه وتفتح النفس اهو. انا مش عايزه بس يسكع اللي هما الاثنين اللي في الوش دول، لان احنا رميناهم الاخر كانوا لسه ما استووش، فمستنيه عليهم لما يبداوا ياخدوا سوا كده، ونرجع نعمل التانيين مكانهم. يعني بحيث ان انا ابدا احركهم، يعني ابدا اعرف احركهم. ما تحركيش الرغيف الا لما تلاقيه يبدا يشمع كده معاكي، يعني يشمع ياخد لون الشمع يبدا يتحرك، حركيه براحتك علشان ما تبصي ما تعجنيهوش في بعضيه بالنشو او بالمعلقه اللي انت بتحركيه بيها، علشان خاطر ما يتبهدلش منك اهو. ما شاء الله اللهم بارك، عيش جميل زي عيش الافران بالظبط، واجمل كمان واطعم وفيه بركه وحاجه نظيفه وحلوه ومعموله. اي نوع دقيق عندك اشتغلي بيه زي ما بقول لك هيبقى جميل. نوع الزيرو عادي اللي هو متعدد الاستخدامات، دقيق المحلات، لان في ناس كتيره بتسميه كام اسم. اي نوع دقيق اشتغلي بيه ما شاء الله اللهم بارك اهو. بترحيه بس على ايدك وارميه في الفرن. اهم حاجه تكون البلاطه بتاعه الفرن سخنه علشان تخلي لك الرغيف يطلع معاكي لفوق ويقب كده ويتنفخ ويبقى جميل. طبعا تزعلوش من اي صوت جه في الفيديو، احنا كده طبعا. اي سؤال عندك اساليه ما يهمكيش خالص، انا من عيني لكم. اي سؤال انت عايزاه من عيني لكم حاضر. ده كان اخر رغيف ما شاء الله اللهم بارك. طلع كميه حلوه ل 2 كيلو، هوريهم لك برضه في اخر الفيديو، وهوري لك كمان عيش المكنه، وهوري لك عيش الطاسه، وكل حاجه هتشوفيه في اخر الفيديو وانت احكمي بنفسك. بس اهم حاجه اكتبي لي في التعليقات ايه رايك فيه وايه احلى نوع فيهم، ولو انت عندك اي سؤال اكتبيه لي وانا من عيني لكم حاضر.
اهو العيش اهو بقى جميل وحلو. ببدا بقى ان انا انفضه من لو عليه رده من على الوش او دقيق او اي حاجه، بيبدا ينور زي ما انت شايفاه كده ما شاء الله اللهم بارك. اهو عيش جميل وتحفه وزي العسل ومبارك وحلو عن اللي بتشتريه. يا حبايبي كده خلاص الفيديو بتاعنا انتهى. قولوا لي ايه رايكم، اكتبوا لنا تعليق حلو منكم، ما تنسوش الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله على اليك واصحابك اجمعين. ده طبعا عيش الفرن اللي احنا خبزناه على ايدينا، ما احتاجناش برده المطرحه. ما شاء الله طري وجميل وحلو زي العسل ولونه جميل يفتح النفس. الف هنا وشفا يا رب. ومن جوه ما فيهوش لبه كتيره او عجين زي ما بنقول. ده بقى عيش المكنه اللي انتوا بتقولوا عليه. طبعا الدقيقه بتخليه لون غير اللون مع انه من نفس العجينه، بس بتديله لون تاني او شكل تاني. ده عيش الطاسه وعيش المكنه ما شاء الله اللهم بارك. كل نعمه ربنا حلوه، ربنا يديمها نعمه في حياتنا ويحفظكم ويحفظنا. اشوفكم بخير حبايبي في فيديو جديد باذن الله.